السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بحضراتكم. إن شاء الله في الفيديو ده هيكون معانا حل تمارين تشابه المثلثات. أول سؤال هنا بيقول إذا كان المثلث أ د ه يشابه المثلث أ ج ب فإن قياس زاوية أ د ه تساوي قياس نقط. طبعا أنا هنا من ترتيب الرؤوس المثلث أ د ه هلاحظ على طول إن هو بيساوي قياس زاوية أ ج ب، يبقى هروح أختار الاختيار د. السؤال رقم 2 بيقول لي هنا في الشكل المقابل ج أ على ج د بيساوي ايه؟ طبعا انا ما دام عندي د ه بيوازي أ ب، فبنقول على طول اذا المثلث ج أ ب يشابه المثلث ج د ه. يعني عندي ج أ على ج د بيساوي أ ب على د ه بيساوي ج ب على ج ه. لو بصيت هنا على الاختيارات وقارنتها بالإجابة هلاحظ إن الإجابة رقم ج. اوعى تتخدع وتختار أ، لأن طبعا أ د ه على أ ب، وطبعا النسبة اللي عندي هنا أ ب على د ه، فتركز كويس جدا في ترتيب الرموز بتاعها. السؤال رقم 3 المثلث أ ب ج بيشابه المثلث د ه و، فأنا عايز أعرف ه و بكام. لو أنا لاحظت على المثلث أ ب ج هلاحظ إن أنا عندي زاوية ب بتساوي 30 درجة، وأنا يبقى أنا عندي كده قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ه بتساوي 30 درجة، واحنا واخدين طول الضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي نص طول الوتر، فلاحظ ان اللي قدام ه ب 2 سم، يبقى الوتر 4 سم اللي هو الاختيار ب. السؤال رقم 4 في الشكل المقابل عايز طول م ع. اولا هنا هلاحظ ان س ص بيوازي ع ل، يبقى انا عندي المثلث س م ص هيشابه المثلث ل م ع. طب ليه انا قلت الترتيب ده؟ لان انا عندي من التوازي هلاحظ ان زاويه س بتساوي زاويه ل بالتبادل، يبقى انا عندي هنا بما ان س ص بيوازي ع ل، يبقى اذا المثلث س م ص هيشابه المثلث ل م ع. يبقى عندي هنا س م على ل م بيساوي م ص على م ع هيساوي س ص على ل ع. طيب س م هنا ب 2.5 على ل م اللي هي ب 6، م ص ب 2 على م ع اللي انا عايز، يبقى م ع هتساوي 2 في 6 على 2.5 يعني 12 على 2.5، هلاقي الناتج طالع ب 4.8 سنتي اللي هو الاختيار د. السؤال اللي بعده في الشكل المقابل عايز اعرف د ب بكام. طيب اولا هلاحظ ان هنا المثلثين متشابهين، بس خلي بالك من ترتيب الرؤوس. يعني لو قلت المثلث أ د ه هيشابه، طبعا أ هنا زاوية مشتركة، وهنا عندي على الرسم زاوية د بتساوي زاوية ج، يبقى أ ج ب، فأنا هيبقى عندي أ د على أ ج بيساوي د ه على ج ب بيساوي أ ه على أ ب. أ د عندي هنا ب 4 سم، آسف أ د ب 3 سم على أ ج كلها ب 6، د ه ب 6 على ب ج، وهنا أ ه ب 4 على أ ب كلها. طيب لو انا لاحظت هو طالب د ب، د ب جزء من أ ب، يبقى النسبة الثانية دي انا مش عايزها. و3 على 6 اللي هي بتساوي نص، يبقى كده أ ب هتساوي 4 في 2 يبقى 8 سم. طبعا طلبة كتير ممكن تتخدع وتروح تختار الاختيار أ، انا مش عايز أ ب، انا عايز د ب، يبقى 8 ناقص 3 يدينا 5 سم اللي هو الاختيار. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا أ ب ج مثلث قائم الزاوية في أ، أ د عمودي على ب ج، فعايز اعرف س على ص تساوي كام. طبعا هنا بمجرد النظر انا عارف ان انا كده بطبق نظريه اقليدس، ومن نظريه اقليدس أ ج تربيع بيساوي د ج في ج ب. أ ج هنا اللي هو س تربيع، د ج 9 سم، وج ب عندي هنا عفوا عندي هنا ب 25، يبقى هنا س عباره عن جذر 9
في 25 هلاقي انها 15 سم. في نفس الوقت انا عندي ان ا ب تربيع بيساوي د ب في ب ج. ا ب هنا اللي هي ص تربيع، وده ب 16 في ب ج برضه اللي هي 25. يبقى ص جذر 16 في 25 يدينا 20 سم. طبعا هنا ما قلناش موجب او سالب اللي بتعامل مع اطوال، فهو عايز يعرف نسبة س على ص، يعني 15 على 20 لما اقسم على الخمسة يدينا 3 على الأربعة، الاختيار د. السؤال رقم 7 برضو انا بتعامل لسه مع نظرية اقليدس. فانا عندي هنا من نظرية اقليدس انا عندي ان ا د تربيع عبارة عن د ب في د ج. فأ د هنا اللي هي 6 تربيع، وده ب اللي هي ب4، وده ج اللي هي عبارة عن 2 س زائد الواحد. يبقى هنا 36 بتساوي 4 في 2 س زائد 1. من غير ما اوزع هقسم الاول 36 على 4 يدينا 9. بقت معادلة عادية خالص من الدرجة الأولى. يبقى 2 س هيساوي 9 ناقص 1 8، تبقى قيمة السين ب4. السؤال رقم 8 بيقول هنا في الشكل المقابل قياس زاوية د أ ب بتساوي قياس زاوية أ ج ب، فإن س تساوي. طبعا هنا برضه هراعي ترتيب الرؤوس لأن أنا عندي هنا مثلثين متشابهين، المثلث اللي هو أ د ب مع المثلث الكبير. فلو أنا قلت دلوقتي المثلث أ د ب هيشابه المثلث، أنا قلت أ د ب، فأ هنا بتساوي ج، وألاحظ إن ب زاوية مشتركة، يبقى هنا ج أ ب. طب أنا عرفت منين إن هنا المثلثين متشابهين؟ أنا عندي زاوية ب زاوية مشتركة، وعندي زاوية د أ ب بتساوي قياس زاوية أ ج ب. وأنا عندي هنا لو أنا عندي زاويتين متناظرتين متساويتين يبقى على طول المثلثان متشابهان. فأنا كده عندي أ د على ج أ بيساوي د ب على أ ب بيساوي أ ب على ج ب. أ د عندي هنا اللي هو ب 12 سم على ج أ اللي هو ب س بيساوي د ب اللي هي 9 على أ ب اللي هي 18. خلاص أنا مش محتاج النسبة الثالثة، 9 على 18 اللي هي نص. يبقى أنا عندي هنا قيمة س هيبقى 12 في 2 يدينا 24 سم اللي هو الاختيار. السؤال اللي بعده عايز اعرف هنا قيمه س زائد ص. طبعا برضو انا هنا نفس الفكره بتاعت المساله اللي فاتت، ان انا عندي هنا لام ع بيوازي ا ب، يبقى انا عندي هنا المثلث لام م ع هيشابه المثلث ب م ا. يبقى لام م على ب م بتساوي م ع على م ا بيساوي لام ع على ب. لام ب ب 2، ب م اللي هي س، م ع 3 سم، م أ 6، لام ع ب4، ب أ اللي هو ص. هلاحظ ان 3 على 6 هي النسبة الكاملة اللي هي بتساوي نص. فأنا كده بمجرد النظر هستنتج ان قيمة س ب4 وكده قيمة الصاد ب 8. هو عايز يعرف بقى س زائد ص، يبقى 4 زائد 8 يدينا 12. سؤال رقم 10 المثلث أ ب ج مثلث قائم الزاوية في أ. أ د عمود على ب ج، فإن ع في س زائد ع في ص تساوي كام؟ طيب أولا المطلوب عندي هنا ممكن آخد العين عامل مشترك، فيتفضل هنا س زائد الص. لو أنا لاحظت في المثلث الكبير اللي هو أ ب ج، أ ج ب 6 أ ب ب 8، فهلاحظ إن ب ج كلها ب 10 سم من نظرية فيثاغورس. يعني أنا كده جبت س ص أصلا ب 10، وعين برضو من نظرية فيثاغورس أنا عندي إن أ د بيساوي أ ب في أ ج على ب ج، يعني بيساوي 6 في 8 على 10، يبقى 48 على 10 يعني ب 4.8 ده اللي هو عين. يبقى هنا دلوقتي بقى المطلوب عندي 4.8 في 10 اللي هي يدينا 48. هنا تطبيق فيثاغورس ونظرية اقليدس
لكن واخد بالي ان هنا ان عين عامل مشترك عشان هيظهر س زائد ص اللي هو اساسا ب ج مباشره. السؤال اللي بعده، في الشكل المقابل هنا قياس زاويه د بتساوي قياس زاويه ب، فانا عايز اعرف عين على س زائد ص. طيب اولا هاخد المثلث د واو ج وكمان المثلث ب واو ه. المثلث د واو ج هيشابه المثلث ب واو ه، ده الترتيب المظبوط. ب بتساوي د، وعندي واو في المثلث ب واو ه هتساوي زاويه واو اللي موجوده في المثلث د واو ج، ده الترتيب بتاعي. يبقى انا عندي د واو على ب واو بتساوي واو ج على واو ه بتساوي د ج على ب. د الواو عندي هنا ب3 على ب واو ب6، واو ج ب2 واو ه ص، د ج س على ب ه اللي هي 6. طبعا 3 على 6 اللي هي نص. يبقى كده هستنتج ان ص تساوي 4، وكده هستنتج ان س بتساوي 8. اروح للمثلثين ا د ه والمثلث ا ب ج. ا د ه والمثلث ا ب ج. طبعا زاويه د بتساوي زاويه ب والف زاويه مشتركه. يبقى عندي ا د على ا ب بيساوي د ه على ب ج بيساوي ا ه على ا ب. طيب ا د كلها مع بعض 9.6 ومعاها السين. طب ما انا عندي س ب3 يبقى ا د ب 12.6 على ا ب اللي هي ع زائد 6 بتساوي د ه. د ه اللي هي 3 مع الصاد. طب ما انا عندي الصاد ب4 يبقى د ه ب7 على ب ج كلها اللي هي 6 والاثنين مع بعض يبقى 8. يبقى حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى ع زائد 6 هتساوي 8 في 12.6 على 7 يدينا 14.4. يبقى زاوية عين آسف، طول عين هيبقى 14.4 ناقص 6 اللي هيدينا 8.4 سم. طب أنت عايز إيه بقى هنا؟ قال أنا عايز هنا عين على س زائد ص. طيب س زائد ص مع بعض ب7 وأنا مطلع عين ب8.4، يطلع الناتج هنا 1.2 اللي هو الاختيار. من المسائل المهمة جدا، ولازم تكون مراعي ترتيب الرموز كويس جدا عشان الأطوال بتاعتك. سؤال رقم 12 بيقول لك أي العبارات الآتية غير صحيحة. خلي بالك غير صحيحة. أول حاجة بيقول لي هنا إن أ د تربيع بيساوي د ب في د ج. صح. أ ج في ب ج بيساوي أ ب في أ د. طبعا هي دي اللي هتكون غير صحيحة. ليه يا مستر؟ لأن الاختيار ب هيقول أ ب تربيع بيساوي ب د في ب ج. صح. أ ب في أ ج بيساوي أ د في ب ج. صح. هي الاختيار ج هو الاختيار غلط، وده مش من قوانين نظرية إقليدس اللي جاية من التشابه. السؤال اللي بعده رقم 13. هنا تطبيق نظرية إقليدس. إن أ د تربيع بيساوي د ب في د ج. يبقى 2 جذر 6 لكل تربيع بيساوي د ب اللي هو س زائد 1 في س ناقص 1. 2 جذر 6 لكل تربيع يعني يعتبر 4 في 6 يعني 24. وهنا يعتبر ده تحليل فرق ما بين مربعين اللي هو كان الناتج بتاعه عبارة عن س تربيع ناقص 1 أو حاصل ضرب عددان مترافقان. يبقى س تربيع هتساوي 24 واحد يدينا 25. لما اجي اخد الجذر التربيع طبعا مش هقول هنا موجب وسالب لان انا ما ينفعش اخد طول بالسالب، يبقى هنا قيمه السين ب5 سم. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا في الشكل المقابل ا ب ج مثلث قائم الزاويه
في أ وه د عمودي على ب ج. المطلوب مني هنا د ج بيساوي كام؟ أولا لو أنا لاحظت هنا هلاحظ إن المثلث ب ه د ب ه د هيشابه المثلث ب ج أ، ترتيب الرموز. ولاحظ كمان في المثلث الصغير ان انا عندي هنا ضلعين 3 و5، ومن نظريه فيثاغورس هيبقى معروف ان د ب ب 4 سم. يبقى ب ه على ب ج بيساوي ه د على ج أ بيساوي ب د على ب. ب ه 5 على ب ج كلها معرفهاش، ه د 3 على أ ج برضه معرفهاش، وهنا ب د ب 4 على أ ب اللي هي ب 8، يعني 4 8 فيها نص. طب انت طالب مين؟ قال لي طالب طول د ج. د ج جزء من ب ج، يبقى هنا ب ج 5 في 2 يبقى 10 سم. يبقى اذا ج د هيبقى 10 ناقص ال4 يدينا 6 سم، اللي هو الاختيار. المثلث الذي فيه قياس زاويتين 54 و56 يشابه المثلث الذي فيه قياس زاوية 54 وكام؟ كأنك هنا بتقول مجموع زوايا المثلث 180 درجة ناقص 54 زائد 56، يطلع الإجابة هنا 70، لأن احنا اتفقنا إن لما يكون عندي زاويتين بيساوي زاويتين تبقى الزاوية الثالثة بتساوي الزاوية الثالثة. المثلثان نقط متشابهان، طبعا واحنا مغمضين المتساوية الأضلاع، لأن احنا قلنا المضلعات المنتظمة التي لها نفس عدد الأضلاع بتكون متشابهة. سؤال رقم 17 من المسائل المهمة جدا جدا جدا، عايز يعرف أ ه على ب ه قيمتها تساوي كام؟ أولا أنا عندي هنا أكتر من طريقة، بس أسهل طريقة إن أنا بوصل ضلع بالشكل ده وليكن س يوازي د ج، بحيث يبقى الشكل أ س ج د ده يكون متوازي أضلاع. بالتالي هيكون عندي هنا المثلث بالشكل ده اللي هو أ ب س، وهنا مثلا ه ص. أولا هنا ده 6 يبقى ده 6 يبقى ده برضه 6. من 8 لما آخد منها 6 هيتفضل هنا 2 سم. ب ج 14 لما آخد منها 6 يتفضل هنا 8 سم. فأنا عندي هنا هيبقى أ ه على ب ه. طيب اولا هنا هيكون على فكره المثلثين متشابهين، يعني المفروض هيبقى أ ه على أ ب كلها، أ ه على أ ب هيساوي 2 على 8، و2 على 8 يعني بتساوي ربع، يعني المفروض ده يبقى بواحد كنسبه، وأ ب كله 4 حتت، يعني ب هنا هتساوي 3. يبقى الاجابه وانا مغمض تلت اللي هي الاختيار د، ومن المسائل المهمه جدا 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 عشان تراعي النسبه والتناسب اللي موجوده في المسألة. نيجي بقى على المسائل المقالية. أول سؤال عندي هنا بيقول لي د ه بيوازي ب ج، عايز أثبت إن المثلث أ د ه بيشابه المثلث أ ب ج. طبعا ديت خطوة واحدة، بما أن د ه بيوازي ب ج يبقى إذا المثلث أ د ه بيشابه المثلث أ ب ج، وينتج أن هيبقى أ د على أ ب بيساوي د ه على ب ج بيساوي أ ه على أ ب. فأنا عندي أ د مش موجودة على أ ب كلها اللي هي عبارة أصلا عن أ د زائد 1 و2 من 10، د هي ب 4 و2 من 10 على ب ج اللي هي مش موجودة، أ ه ب 3 على أ ج كله اللي هو ب 4. يبقى هنا هستنتج هنا إن ب ج بتساوي 4 و2 من 10 في 4 على 3، يبقى ب ج هنا 5 و6 من 10 سم. وهنا هيبقى أ د في 4 يعني 4 أ د بيساوي 3 أ د زائد 3 و6 من 10.
3 تروح الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى 4 ناقص 3 يدينا هنا أ د على طول بتساوي 3.6 سنتي. سؤال مباشر جدا، لكن أكون واخد بالي برضو من ترتيب الرؤوس. شكل هنا رقم 3 بيقول لي في الشكل المقابل د ه بيوازي ب ج، فأنا كده عندي المثلث أ د ه يشابه المثلث أ ب ج. وفي نفس الوقت أنا عندي د ه يوازي أ ج. د واو بيوازي أ ج، إذا المثلث ب د واو ب د واو هيشابه المثلث ب أ ج. طيب هو عايز إيه؟ قال لي أنا عايز المثلث أ د ه أهو يشابه المثلث د ب واو. أولا لو أنت بصيت هنا هلاحظ إن أ ب يعتبر موجود مرتين، واحنا واخدين المضلعان المشابهان لثالث متشابهان، يبقى لو سميت ده رقم 1 وسميت ده رقم 2 يبقى من 1 و2، إذا المثلث أ د ه يشابه المثلث د ب واو، وده المطلوب إثباته. طبعا هتقول لي يا مستر هنا أ ب ج وهنا ب أ ج، هقول لك لو خلي بالك إن أ ب ج هنا كان بيساوي أ د ه، هنا ب أ ج، يبقى لو انا عكست قلت أ ب ج فهنا يبقى د ب واو زي ما مطلوب بالظبط. عشان كده بقول لك خلي بالك من ترتيب الرؤوس، مهمه جدا جدا جدا. السؤال اللي بعده هنا بيقول في الشكل المقابل أ ب ج قائم الزاويه في أ وأ د عمودي على ب ج. عايز يثبت الثلاث حاجات دي، بمعنى اصح هو عايز يثبت قوانين نظريه اقليدس من خلال التشابه. اولا قلت لك اول ما يجي نظريه اقليدس عشان تطبق صح هسمي الزاويه دي 1 2 3 4، واحنا واخدين نظريه بتقول متممات الزاويه الواحده متساويه في القياس. فانا هلاحظ هنا ان قياس زاويه 1 زائد قياس زاويه 2 بتساوي 90 درجه، وقياس زاويه 2 وقياس زاويه 3 برضه بتساوي 90 درجه. فهستنتج من هنا ان قياس زاويه 1 بتساوي قياس زاويه 3، متممات الزاويه الواحده متساويه في القياس. نفس الكلام من الناحيه الثانيه، هلاحظ ان قياس زاويه 3 زائد قياس زاويه 4 ب90، وقياس برضو زاوية 2 زائد قياس زاوية 3 ب90. يبقى هنا قياس زاوية 2 بتساوي قياس زاوية 4. في الحالة دي هستنتج إن المثلث أ ب ج هيشابه أ ب ج هيشابه المثلث د ب أ. في الحالة دي هيبقى أ ب على د ب بتساوي ب ج على ب أ بيساوي أ ج على د أ. فهلاحظ هنا إن أ ب في أ ب أهو يدينا أ ب تربيع بيساوي د ب في ب ج، وده كده المطلوب إثباته أولا. هلاحظ كمان إن المثلث أ ب ج أ ب ج هيشابه المثلث د أ ج، يبقى أ ب على د أ بيساوي ب ج على أ ج بيساوي هنا أ ج على د ج. أدا أ ج هنا وأ ج أهي، يبقى أ ج تربيع بتساوي ب ج في د ج، وده كده المطلوب إثباته ثانيا. تاني حاجة عايز يثبت إن د أ وسط متناسب ما بين د ب وده ج. طيب اولا انا كده عندي اصلا ان المثلث زي ما احنا اتفقنا المثلث ا ب ج بيشابه المثلث عفوا المثلث ا ب
ج بيشابه المثلث. لو احنا جينا المثلث أ ب د هيبقى عبارة عن د ب أ، وقلنا كمان بيشابه المثلث في الناحية التانية هيساوي د أ ج. واحنا قلنا المثلثان او المضلعان المشابهان لثالث متشابهان، يبقى انا هشابه المثلثين دول كده ببعض. يبقى د ب على د أ بتساوي ب أ على أ ج بتساوي د أ على د ج. لو انا لاحظت النسبة الأولى، حدي النسبة الأولى مع حدي النسبة الثالثة، أدا د ب على د أ بتساوي د أ على د ج. يعني كان معناها إن د أ تربيع أو أ د تربيع هيساوي د ب في د ج. يبقى إذا أ د وسط متناسب بين د ب وده الجيم اللي احنا كنا بنسميه في الاعدادي التناسب المتسلسل. يبقى هنا جايه من التشابه، وبرضه لازم اكون مراعي ترتيب الرؤوس. السؤال رقم 5 بيقول لي ده ه بيوازي ب ج، عايز هنا 3 ازواج من المثلثات المتشابهه. اول حاجه انا عندي المثلث أ د س هيشابه المثلث أ ب ص، وعندي المثلث أ س ه بيشابه المثلث أ ص ج، وعندي المثلث أ د ه الكبير هيشابه المثلث الأكبر اللي هو أ ب. كل ده من توازي د ه بيوازي ب ج. تاني حاجة عايز يثبت إن د س على ب ص بيساوي س ه على ص ج بيساوي د ه على ب ج. كل ده موجود ازاي يعني يا مستر؟ ما انت عندك هنا 3 ازواج من المثلثات المتشابهه. فلو بصيت هنا على د س على ب ص هيكون موجوده في التشابه الاولاني. بص كده معايا اهو، أ د على أ ب بيساوي د س على ب ص بيساوي أ س على أ ص. رقم 2 أ س على أ ص بتساوي س ه على ص ج بيساوي أ ه على أ ج. رقم 3 أ د على أ ب بيساوي د ه على ب ج بيساوي أ ه على أ ج. طيب نعلم بقى كده الثلاثة اللي هم عايزهم مع بعض. د س على ب ص اهو، س ه على ص ج، د ه على ب ج. طيب مين بقى المشترك ما بين الثلاثة عشان يكونوا هنا متشابهين؟ تعال ركز معايا. أول حاجة هنا أ د على أ ب أهو، وهنا أ د على أ ب، فأنا كده ثبتت النسبتين دول كده متساويين. وهيبقى عندك هنا أ س على أ ص أهي، وهنا أ س على أ ص، فهلاقي النسبة دي بتساوي النسبة دي. طب ما أنا عندي كده نسبة بتساوي نسبتين مختلفين، يبقى إذا الثلاث نسب متساوية، اللي هو د س على ب ص بتساوي س ه على ص ج بتساوي د ه على ب ج، وده المطلوب اثبت. السؤال رقم 4 آسف 6. المثلث أ ب ج عندي هنا زاوية طول أ ب ب8 وأ ج ب10 ب ج ب12. طيب أنا كده نرسم مثلث. أ ب ج أ ب ب8 أ ج ب10 ب ج ب12. ه بينتمي إلى أ ب، ه تنتمي إلى أ ب. طب أحط أ ه فين يا مستر؟ قال لك هنا بحيث إن أ ه ب 2 سم، يعني هنا ال8 دي هتتقسم
ليه 2 سم، ودي كلها ب 8، يبقى ده كده ب 6 سم. نشيل بقى 8 سم دي خالص. تاني حاجه كمان ان د بتنتمي الى ب ج. طيب د دي فين يا مستر؟ قال لي بحيث ان ب د 4 سم. طيب هنخلي مثلا دي كده 4 سم، يبقى هنا هنشيل ال 12، هنا د، يبقى ب د ب 4 سم، يبقى د ج هنا ب 8 سم. وهوصل ه ب د. اول حاجه بيقول لي اثبت ان المثلث ب د ه يشابه المثلث ب أ ج. طيب وبعد كده ابدا بقى استنتج طول د ه. طيب تعال نشوف الاول، هل انت عندك الاطوال كامله؟ لا يا مستر انا ما عنديش 3 اضلاع، يبقى بالتالي هنا ما اقدرش استخدم نظريه تناسب الاضلاع. هل عندك الزوايا كامله؟ برضو لا، يبقى ما ينفعش استخدم تساوي قياسات الزوايا المتناظره. يبقى انا هروح هنا للحاله الثالثه وهي زاويه وتناسب الضلعين الحاملان. طيب انا عندي هنا زاويه اللي هي زاويه ب، يبقى اقول له المثلثان ب ه د وب ج أ فيهما اول حاجه ان أ زاويه مشتركه. تاني حاجه عندي ب ه على ب ج، يعني 6 على ال 12 اللي هي نص. وعندي ب د على ب أ 4 على ال 8 برضو اللي هو نص. يبقى اذا المثلث ب ه د يشابه المثلث ب ج أ. هلاقي واحد يقول لي يا مستر مش ده نفس ترتيب الرموز اللي هو موجود عندي؟ هقول له خلي بالك انت هنا المثلثين ايه؟ ب د ه. طب انا بدلت قلت ب ه د بيشابه المثلث هنا ب أ ج. ما دام انا بدلت رموز د ه فبدلت برضو رموز أ ج، فخلي بالك هنا انا كده حافظت برضو على ترتيب الرؤوس. هستنتج من هنا ان ب ه على ب ج بتساوي ه د على ج أ بيساوي ب د على ب. تعالى يلا نعوض ونشوف الحاجات اللي عندي. ب ه اللي هي ب 6 سم على ب ج كله اللي هو ب 12 سم. ه د معرفوش بس أ ج ب 10، يبقى هنا كده هستنتج ان ه د ب 5 سم. وممكن ابقى على طول بمجرد النظر انا عارف ان نسبة التشابه بنص، وطول الضلع أ ج ب 10، يبقى ه د على طول ب5. ده لو انت عايز تحلها بمجرد النظر. طيب تاني حاجة عايز يثبت ان الشكل أ ج د ه رباعي دائري. انا هنا من خواص التشابه هستنتج ان زاوية ه بتساوي زاوية ج. طيب مش زاوية ه ديت زاوية خارجة عن الشكل أ ه د ج بتساوي الزاوية المقابلة للمجاورة لها، ودي من خواص الرباعي الدائري. يبقى إذا بما أن زاوية ب ه د بتساوي قياس زاوية ج، وب ه د خارجة عن المثلث، خارجة عن الشكل الرباعي، الشكل الرباعي أ ه د ج، إذا الشكل أ ه د ج رباعي دائري وهو المطلوب إثباته. من المسائل الجميلة جدا واللي بتتكرر كتير سواء كانت مرسومة أو إنك ترسمها. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا أ ب ج مثلث. نرسم برضه مثلث. قال لي ده اللي بينتمي لب ج، ما قالش هي فين. قال لي بشرط ان أ ج تربيع بيساوي ج د في ب ج. المطلوب هنا اثبات ان المثلث أ ج د يشابه المثلث ب ج أ.
ببساطه كده شديده جدا الاحظ هو بيقول لي هنا ا ج تربيع. طب ا ج تربيع يعني معناها ا ج في ا ج بيساوي ج د في ب ج. يعني انا ممكن اقول ان ا ج على ج د بتساوي ب ج على ا ج. وفي نفس الوقت انا عندي هنا ان زاويه ج زاويه مشتركه. طيب تعالى كده نشوف زاويه ج ضلعها ج ا وج د، وكمان ضلعها ج ا وج ب. فلو جيت عملت هنا نسبه وتناسب باللي بيقول عليه ده، اعتبر ان البرهان ده موجود، فانا عايز اثبت ان ا ج على ب ج بتساوي ج د على ج ا بيساوي ا د على ب ا. لو انت بصيت هنا هتلاحظ ان ا ج على ج د موجوده زي مصر اهو، مقدم على مقدم بيساوي ت على ت، وان ب ج على ا ج موجوده، يبقى هنا مقدم على مقدم بيساوي ت على ت. يبقى بما ان ا ج على ب ج بيساوي ج د على ج ا، اذا المثلث ا ج د هيشابه على طول المثلث ب ج ا. وما تنساش ان انا عندي هنا زاويه ج زاويه مشتركه، يبقى انا عندي هنا زاويه والتناسب الضلعين الحاملان لها. سؤال رقم 8 والاخير معانا في حصه النهارده، ا ب ج د شكل رباعي. ب ج ده ب 27 سم، ا ب ب 12، ا د 8، د ج ب 12، وأ ج ب 18 سم. عايز اثبت ان المثلث ب ا ج بيشابه المثلث ا د ج. زي ما احنا قلنا طبعا هنا ب ا على ا د وأ ج على د ج وب ج على أ ج. ب أ 12 على أ د اللي هو ب 8، طبعا 12 على 8 اللي هي 3 على الاثنين. أ ج 18 على د ج اللي هي 12، لو قسمت على 6 برضه يدينا 3 على الاثنين. ب ج 27 على أ ج اللي هي ب 18، لو قسمت على التسعة يدينا برضو 3 على الاثنين. يبقى المثلثان متشابهان. وقلت لك لو المثلثين هنا ما قالش رموزهم ايه، قلت لك يلا تعالى نشوف بنقول ترتيبهم ازاي مع بعض. اول حاجه من الصغير للوسط للكبير. فلو مسكت المثلث مثلا ا ب ج، اصغر الاضلاع ال 12 وبعدين 18، يعني ا ب ا ج بعد كده هنا ب ج. الناحيه الثانيه المثلث ا ج د اصغر ضلع 8 اللي هو ا د، واللي بعد على طول د ج، يبقى د ا د ج، يبقى هنا ا ج. يبقى المثلث هنا اسمه ا ب ج، والمثلث الناحيه الثانيه اسمه د ا ج. تعالى يلا نقارن ده باللي عندنا هنا. ب ا ج ب ا وبعد كده ا ج. هنا ا د ج اهو، هتلاحظ هنا ا د ج، هو نفس ترتيب الرؤوس ومحافظ على الزوايا المتناظره. ده في حاله لو هو مش مدينا الاثبات جاهز مثلا وعايز قياس زاويه ايه بتساوي ايه حسب ترتيب الرؤوس. فخلي بالك من ديت مهمه جدا جدا. بكده نكون خلصنا تمارين تشابه المثلثات.